بيبدا الفيلم في سنه 1982 وبنشوف طفل اسمه سام رايح لصاحبه كوبر عشان يروحوا افتتاحيه السايبر الجديد، فهم معديين بيسرقوا من بنت فلوسها وتعبها وبيروحوا الافتتاح. وطبعا عشان في الثمانينات فكل الالعاب اتاري، وبنلاحظ ان سام ده طفل مش عادي لانه اول مره يلعب الالعاب دي ومع كده حريف. وكوبر بيقول له ايه رايك تشارك في مسابقه الالعاب اللي عاملينها ديت، وسام بيوافق وبيروحوا المكان المسابقه وبنشوف هناك لودلو طفل بيكراش على بنت من لعبه اسمها لادلي، وبيخش الفخامه والاناقه ايدي، وبنعرف انه تنك في نفسه شويه. وبتبدا الاذاعه والراجل ده بيقول احنا هنسجل المسابقه دي علشان ناسا هتطلع صاروخ في الفضاء، واحنا هنحط شريط الفيديو في الصاروخ على امل ان لو في فضائيين في الفضاء يتواصلوا معانا. وبتبدا المسابقه وكله بيلعب وما بيتصفاش بس في النهائي غير سام وايدي، وبيلعبوا على اللي هيكسب في لعبه دونكي كونج، لعبه القرد دي يا اسطى العاب اتاري. المهم بيقعدوا يلعبوا والمستويات بتعلى، وفي الاخر سام بياخد المركز الثاني وايدي بيكسب البطوله. وفي المستقبل بنلاقي سام كبر ويقول كوبر على الرئيس لامريكا، وبيبقوا قاعدين يتكلموا عن مشاكل مراتاتهم، وبيجي خبر على التلفزيون ان الرئيس مش عارف يقرا كلمه كارثي ديساسترس، وسام بيضحك عليه وبيقول له ده انت عار على المجتمع، وبيقول له اصلا ما كنتش نمت والله. وبيطلعوا بره وبيكون كل الناس مش طايقاه، وبيقول لسام بص برضه حب الناس مش من فراغ، وبيقول له فعلا. وتاني يوم الصبح في كائنات غريبه كده بتنزل من السماء واي حاجه بتلمسها بتتحلل، والصبح سام بيروح لبيته بيقول له انا الفن التركيبي اللي اتصلت بيه، وبنعرف ان سام شغال في صيانه وتصليح الاجهزه الكهربائيه. والطفل مات بيقعد يحكي له عن قصه ابوه وامه اللي هيطلعوا قريب، ومره واحده امه بتطلع وسام بيقول اوبا، وبتقول له معلش بس تقصد ايه باوبا، وبيقول لا البيت بس شكله حلو. وبنروح للشرطه وبيكونوا يعرفوا اللي حصل وبيبداوا يتحركوا. وفي الجنب التاني سام بيخلص تركيب وبيطلع ياخد فلوس من فيولت ام مات، وبيلاقيها قاعده في الخزنه عماله تعيط، وبيخش عليها وبتحكي له عن مشاكلها مع جوزها، وسام بيقول لها يا ستي كلنا بيحصل معانا كده. وبنرجع تاني للشرطه واللي بياخدوا ضربه ساحقه من الكائنات دي، وفي واحد بيطلع يشوف ايه ده وبيلاقي النور جاي عليه ومره واحده بيبدا يتلاشى ويطير فوق. وفيولت بتخلص كلامها وسام بيجي له مكالمه من كوبر بيقول له تعالى بسرعه على البيت الابيض، وبيبدا يتحرك وبيلاقي فيولت جايه وراه وبيقول لها بطلي بقى بنت الحركات دي، وبيوصل وبيقول للحراسه في واحده جايه ورايا وشكلها عايز يقتل الرئيس ما تدخلوهاش. وفيولت بتوصل وبنعرف انها وكيله في المكان وبتخش، وسام بيروح لكوبر وبيحكي له قصه الكائنات دي وبيوري له صور ليها. وفي واحده بتخش وبتقول لكوبر الاجتماع بدا، وبيروحوا وبيبداوا يتناقشوا قصه الكائنات اللي نزلت من الفضاء دي. وكوبر بيقول لهم ده هجمات من الغلاغه، والغلاغه دي لعبه فيديو من الثمانينات. وسام بيخش عليهم وكوبر بيقول ده مستشار التقني في الالعاب الفيديو، وبيعرفهم على نفسه وبيقول لهم انا بشتغل في معهد الميسيسيبي وكنت بطل مركز ثاني في الالعاب الفيديو، وبقول لكم ان دي مش هجمات من غلاغه. وفي واحد بيقاطعه وبيقول لكوبر لو حد من الصحافه عرف ان احنا بنعتمد على واحد زي ده فهيعزلوه. وكوبر بيخاف وبيقول له اطلع بره يا سام معلش، وفعلا بيطلع من البيت الابيض. فوسام ماشي بالعربيه في واحد بيصحى ولسه هيقول له ياس بيقوم مديله خبطه بيطلعه من الجنب الثاني، وبينزل له ولسه هيضربه بيقول له استنى انا لادلو اللي كنت بكراش على البنت اللي في اللعبه. وسام بيفتكره وبيقول له انت غطيتني يالا، وبيقول له مش مشكله انا جاي لك عشان اكتشفت سر الكائنات دي، وبيوديه للمكان بتاعه وبيبدا ياكد له ان الهجمات دي من غلاغه، وانهم لما كانوا صغيرين كان المذيع بيقول انهم ارسلوا فيديو للكائنات دي، وانهم اعتقدوا اننا بنهددهم والدليل معايا اهو. وبيشغل فيديو تسجيلي للكائنات دي وهي على هيئه بشر، وبتقول تمام احنا قابلنا المعركه دي والفائز هياخد كوكب التاني، جهزوا بقى اقوى محاربينكم واحنا نجهز اقوى محاربيننا. وحاليا احنا فزنا في المعركه الاولى، وده من اصل 3 معارك، يعني لو هم خدوا شخص من عندنا يبقى كده فازوا بمعركه، ويقصدوا يعني الراجل بتاع الجيش. والكلام ده بيسمعوه لكوبر وبيقول لهم ايوه برضه ما فهمتش. وسام بيقول له افهم يا لاط سنه 1982 الشريط الفيديو بتاع المسابقه اللي ناسا بعتته لهم افتكروه اعلان حرب عليهم، ورودلو بيقول اعتقد المكان التاني اللي هيبقى في المعركه هو الهند، بس كوبر ما بيقتنعش بكلامهم وبيقول لهم انا لو بعت فيديو شكله وكانه طلاب هم اللي عاملينه رئيس الهند هيقول عليا يهبل. وبنروح الهند وبالتحديد عند تاج محل، وبنلاقي واحد هندي بيتقدم للبنت اللي لسه عامل له حظر عليه لسه من فتره، وبيرفس على رجله بيقول لها نايا تتجوزيني. والبنت بتبص وراه وبتلاقي المعلم بيتلعب بيه وقرب يتهاد، وبتعرف ان ده اشاره وبتطلع تجري، والنور بيجي على الهندي وبيتلاشى، والخبر بيوصل لهم ورودلو بيقول يلا بدل 7 عد 6 عجائب اهو، وبيقابل فيوليت وبتودهم للمختبر، وبيشوفوا هناك راجل بقرعه آلية وبيكونوا صنعوا سلاح يفرتك الكائنات دي، وفيوليت بتودهم للقوات المسلحه وبيكون قائدهم بيدهم تعليمات، وبيقول الرئيس طلب مني اوقف الراجلين دمت يقول لهم كلمتين. وسام بيقوم ورودلو بيكون متوتر وبيبدا يعرفهم على نفسه. مره واحده رودلو بيجي له الحاله وبيقول لهم انا عمكم، وبيقعد يقل منهم ويقول لهم انتوا عارفين لو ما كسبتوش الحرب دي يا عرر هنموت، ولما نموت هنتحاسب وهنخش لا اما جنه او نار. سام تعالى خدني بالله عليك. وبيروح سام ياخده وبيبدا يعلمهم يلعبوا ازاي ويقتلوا الاشرار دوم، ورودلو بيعدي عليهم وبيقول لهم لعبكم مش عاجبني ركز شويه. في النهايه
بيتحركوا على مكان الحرب وبيكونوا مجهزين الاسلحه ومستنيين الوحوش. ومره واحده بيلاقوا الحبايب نازلين من السماء، وبتكون دي لعبه سنتيبيد، لعبه شبه لعبه الفراخ كده، صاروخ وبتقعد تضرب في الحاجات دي عشان تكسب. لعبه ايام الاتاري برضه. وسام بيقول لهم اضربوا في الراس عشان في الجسم هيتقسموا نصين، وبتنزل الوحوش من فوق وما بيكونوش عارفين يسيطروا على الوضع، لدرجه ان الناس بتفتكر ان دي اعلانات تجاريه. وسام ولودلو بياخدوا سلاح وبيخشوا يعلموهم الادب، والمرحله الثانيه بتشتغل وبيخشوا يعلموهم درس في الثقافه. بس في وحش ابن حلال بيطلع يرى من مكان المعركه، وسام بيطلع يجري وراه وبيروح يخش على ست بتتدرب بلاش، وبيقول يلا هه ادي واحده هه اتنين، وسام بيخش وبيديله التالتة هديه، بس بينتحر ولسه هياكل طفل، بيقوم سام مخلص عليه، وبيكونوا قاعدين بيحتفلوا بالنصر، وفجاه بيظهر على الشاشه الفضائيون وبيقولوا لهم مبروك كسبتوا معركه، بس احنا لسه متقدمين بمعركتين، انتظروا تفاصيل الحرب كمان شويه. وكوبر بيقول لهم احنا محتاجين كمان لاعب فيديو، ولودلو بيقترح ايدي اللي فاز على سام زمان، وكوبر بيوافق، وبيروحوا له السجن وبيكون السجن عشان نصاب. واول لما بيقابل سام بيقول الله صاحب المركز التاني جيب نفسه، وما بيكونش سام طايقه، وبيقعد يقول لهم على شويه شروط كده علشان يجي معاهم، بس كوبر ما بيوافقش، وبيقول له ولا انت لو جيت هنطلعك من السجن. هو بيوافق. وتاني يوم بالليل في امريكا وجمالها بيكونوا لبس المعركه، وبيعرفوا ان المره دي هتكون ضد باكمان، وباكمان دي طبعا غنيه عن الذكر، وبيكونوا جهزوا العربيات دي اللي الوانها احمر ووردي وسماوي وبرتقاني على هيئه الاشباح. وفي حاجه كده يا جماعه عجبتني قوي انتوا اكيد ما تعرفوهاش، ان كل لون له شخصيه واسم في اللعبه ذات نفسها. الاحمر اسمه بلينكي، وده قائد المجموعه واسرع واحد فيهم، وبيكون مصر انه يطاردك. والوردي اسمه بينكي، وده اللي بيخطط للمجموعه وبيتوقع الاماكن اللي هتروحها علشان يعمل لك فخ. والسماوي اسمه انكي، وده بقى على كيفه، مره يطاردك ومره يقول لك يا عم انت في حالك وانا في حالي. والبرتقاني اسمه كلايد، وده بقى عنده حاله نفسيه كده مع نفسه، بيقعد يتمشى ولا علاقه بحد ولا حتى عارف ايه اللي بيحصل في اللعبه. نرجع تاني للفيلم، وبيكونوا جهزوا كل حاجه وبيتحركوا على باكمان، وبيلاقوا عمال ياكل في اللي رايح واللي جاي. وصحيح يا جماعه جابوا صاحب اللعبه ذات نفسها يمثل معاهم، وبينزل يقول له انت طيب يا ولدي ومش شرير، وبيقوم هزز دراعه وبيطلع يجري. وبيبداوا المعركه، وفويلت بتلاحظ ان ايدي بيمشي بسرعه رهيبه، وبيقول لها ده انا البطل يا بنتي، وبيحاصروه وبيدمروه، وبيجي تاني واحد وبيزنوه برضه بس بياكل كرة القوه، وبيكون هو اللي عليه الدور ياكلهم، وبيطلع يجري ورا رودلو بس بيقدر يطلع في اخر لحظه من العربيه، وايدي بيخلص عليه. والتالت بياكل برضه كرة القوه وبيجري ورا سام، بس في اخر لحظه بيرجع، وباكمان الاخير بيموت، وبيحتفلوا بيهم وبيسموهم الابطال الخارقين. والفضائيين بيبعتوا لهم جايزه عباره عن لعبه كيوبريت، وخش انت بقى ابحث عنه. والتاني مره بيحتفلوا بالمعركه، وبيظهر رساله للفضائيين على الشاشه وبيقولوا لهم انتوا غشيتوا في المعركه، فعشان كده هننزل لكم كل الاشرار اللي عندنا يدمروا كوكبكم. وايدي بيطلع بره، ومات بيقول له استنى نضارتك وقعت منك لما كنت في المعركه اللي فاتت، ولقيت فيها شفره السرعه للعبه باكمان اللي هو كان استخدمها في المعركه. ومات بيقول له يعني كده انت اللي غشاه، وبيقول له اه وكمان كسبت بيها سام في البطوله وخليته المركز الثاني. وبيقعد المقدم جوه يزعق لسام، وبيفتكروا هو اللي غش، وبيسمعوا صوت جاي من بره، وبيكون مات بيتلاشى في السماء وبيروح معاهم. وبتبقى فيوريت زعلانه، وكيوبريت بيقول لهم ما انتوا اللي عملتوا في نفسكم كده وبعتوا لنا تهديد، فعشان كده كل الاشرار اللي في العاب الفيديو هينزلوا يدمروكم. وفعلا تاني يوم السفينه بتنزل كل الاشرار وبينزلوا يخربوا الدنيا، وسام ورودلو وفيوريت بيتحركوا، والضفدع ده كان هينط عليهم بس بيجي كوبر وبينقذهم بالونش، وبيدوم اسلحه وبينزلوا هاتك ضرب في الالعاب. ورودلو بيروح للعبه دوجو وبيخلص عليهم، وبيقابل الكراش بتاعته لايدي، ولسه يقولاني بحب تقوم صرعاه، وفي الاخر بيقعوا في حب بعض. ومره واحده بيظهر لهم لعبه وبتقول لهم الرئيس عاوزكم، وسام بيخش النور وبيتشفط، وبعده فيوريت وكوبر وبيطلعوا فوق عشان يشوفوا القائد، بيلاقوا دونكي كونج. واللعبه دي بقى انا لعبتها، وهي عباره عن انك بتقعد تتفادى البراميل اللي القرد ده بيحدفها، وبتطلع تموته فوق وتنقذ حبيبتك، بس المره دي بقى بيكون مات والظابط والهندي. وبيبداوا اللعبه وسام بيكون مش واثق من نفسه، بس مات بيقول له انت بطل اللعبه، وايدي كان بيستخدم رموز للغش فعشان كده فاز. وسام ما بيصدقش وبترجع له الثقه وبيكتسحه، وبتشتغل اغنيه وي راك يو. وفي الاخر سام بيكتسح القرد وكل الالعاب بتقف وبتتلاشى، وايدي ورودلو ما بيكونوش مصدقين انهم نجحوا، بس لايدي بتمشي معاهم ورودلو بيتشنج، وبيرجعوا تاني وكل الناس بترحب بيهم. وايدي بيحترف لسام بالحقيقه انه كسب بالغش، ورودلو بيكون مستغرب ان كيوبريت لسه موجود، بس بالصلاه على النبي عينه صوج، وبيختفي وبتطلع لايدي مكانه، وبيخلص الفيلم مش على كده، وكل الناس بتفتخر برئيسهم كوبر علشان انقذ العالم. وايد مبتكر لعبه باكمان بترجع له، وبعد شويه سنين لولو بيتجوز لايدي، وبيخلفوا شويه قطايط كده لعب،
ويه بس كده، لايكك واشتراكك وما تنساش متابعتك على الانستا. سلام.